هل الإنسان جسد بيتحرك ولا روح بتعيش جواه؟ هل ساعدتنا في إننا نشبع احتياجات جسمنا من أكل وراحة ومتعة، ولا في إننا نفهم روحنا ونسمع لها؟ طب لو الاتنين مع بعض إزاي نحقق التوازن بينهم؟ في الكتاب ده الدكتور مصطفى محمود بياخدنا في رحلة عميقة بين الروح والجسد، بين العقل والقلب، بين العلم والإيمان. بيحاول يجاوب على أسئلة كلنا فكرنا فيها في لحظة ما، بيخلينا نشوف الحياة من زاوية تانية، زاوية تخلي الواحد يعيد التفكير في حاجات كان فاكرها مسلم بيها. كل ده هنعرفه في ملخص كتاب الروح والجسد على قناة فكرة وكتاب، واللي هنناقش فيه أهم الأفكار اللي طرحها دكتور مصطفى محمود. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. الأفكار الرئيسية في الكتاب: 1. الروح والجسد، الصراع الأزلي. من زمان والإنسان عايش في صراع بين متطلبات روحه ورغبات جسمه. إزاي نوازن بين الجسد اللي مربوط بالدنيا والروح اللي دايما بتدور على الحقيقة. 2. طبيعة الخير والشر. دكتور مصطفى محمود بيشرح إن الخير والشر جوه كل إنسان، والإنسان اللي بيسيطر على نفسه هو اللي يقدر يقاومه. 3. أسرار النفس البشرية. النفس البشرية بحر عميق مليانة أفكار ومشاعر ورغبات كتير متناقضة. النفس فيها مناطق مظلمة بنخاف نواجهها، وأوقات بنكون غريبين عن نفسنا. بيقول إن فهم النفس هو مفتاح فهم الحياة، وإن الإنسان اللي مش عارف نفسه مش هيقدر يلاقي راحته. 4. الروح والموت والحياة بعده. دكتور مصطفى محمود بيحكي عن لحظة الموت وكأنها لحظة استيقاظ، لحظة الإنسان فيها بيشوف الحقيقة اللي كان غافل عنها. الروح بتمشي في رحلة مختلفة، وبيأكد ان الموت مش نهاية لكنه باب لحياة تانية، ولو فهمنا ان الحياة اختبار مش النهاية هنعيش بشكل مختلف تماما. 5. الحب والروحانية. في حب قائم على الاحتياج وحب قائم على العطاء. بيشوف ان الحب الحقيقي مش بس بين شخصين لكن بين الإنسان وربه. الدين والعلم واليقين. دكتور مصطفى محمود بيشوف إنهم واجهين لعملة واحدة. الإنسان اللي بيدور على الحقيقة بصدق هيلقى إن العلم بيأكد وجود الله، وإن الدين مش ضد المنطق لكنه طريق للوصول لليقين. هنبدأ نلخص كل فكرة على حدة بأسلوب بسيط وواضح. الروح والجسد، الصراع بين الجسد والروح. في الكتاب الدكتور مصطفى محمود بيشرح إن الإنسان دايما في صراع بين جسده اللي عايز الراحة والتمتع بالحياة، وبين الروح اللي عايزة سلام داخلي ومعنى للحياة. الجسد بيطلب الأكل والشرب والمشاعر، لكن الروح عايزة تطمن وتدور على الهدف من الحياة. الصراع ده طبيعي لأن كل جزء فينا ليه متطلباته الخاصة. الحل في التوازن بين الاتنين عشان نعيش حياة متكاملة. التوازن هو الحل. دكتور مصطفى محمود بيأكد ان التوازن بين الجسم والروح هو الحل الامثل لاننا نعيش حياة صحية وسعيدة. لو ركزنا في تلبية احتياجات الجسم بس هنفقد الروح ونعيش في فراغ، ولو ركزنا في الروح بس هنحس بالتعب الجسدي. الحل اننا نعرف نوازن بين الجسد والروح، نهتم بجسمنا لكن ندي كمان الروح حقها في التأمل والصلاة والتواصل مع الذات. الروح ليس مجرد وهم. دكتور مصطفى محمود بيقول في الكتاب ان الروح مش مجرد فكرة وهمية او خرافة زي ما بعض الناس بيشوفوها. الروح هي جوهر الإنسان، وهي الجزء اللي بتدفعنا للتفكير في الحياة والموت والهدف منهم. الروح هي اللي بتخلينا نبحث عن المعنى والمقصد رغم اننا مش قادرين ان احنا نشوفها بالعين المجردة، لكن الروح موجودة في كل واحد فينا، وهي الحافز اللي بيخلينا نعمل الخير ونسعى ورا الحقيقة دايما. وكده بتلخص الفصل الأول ما بين 3 محاور، ألا وهما الصراع بين الروح والجسد، والروح ليست وهم، وان التوازن بين الروح والجسد هو الحل الأمثل. طبيعة الخير والشر. الدكتور مصطفى محمود بيشوف ان الخير والشر مش مجرد حاجات متضادة لكنهم جزء من نسيج الحياة نفسها. الخير مش بس فعل الرحمة والعطاء لكنه كمان البحث عن الحقيقة والإيمان والسمو الروحي. الشر والخير مش مطلقين لأن في ناس بتعمل الشر وهي شايفة انه خير. الخير والشر من طبيعة الإنسان جواه الخير والشر مع بعض، كل واحد فيهم بيتصارع علشان يكون هو المسيطر. الغريزة والأنانية ممكن تجر الإنسان ناحية الشر، لكن الضمير والإيمان بيرجعوه للطريق الصح. الدكتور مصطفى محمود بيأكد ان التوازن مهم، وان الإنسان لازم يكون واعي بالصراع ده علشان يعرف يعيش حياة ليها معنى. الشر ضروري للحياة. الشر رغم انه مؤلم وصعب لكنه ضروري علشان يكون في معنى للخير، ومش هيكون عندنا فرصة نختار بين الصح والغلط. الابتلاءات والصعوبات اللي بنشوفها في العالم جزء من حكمة ربنا في خلقنا. من غير الشر مفيش اختبار، ومن غير الاختبار مفيش تطور ولا سعي للتحسن. الدكتور مصطفى محمود بيشوف ان الشر أداة لتحدي الإنسان، وان وجوده بيخلينا نقدر النعم. الألم وسيلة للنمو. مفيش حد بيكبر وبيتغير من غير ما يمر بلحظات ألم، لأنها هي اللي تكشف له عن نفسه وبتدفعه يفكر ويبحث عن حلول. الألم بيخلي الإنسان أقوى. الشخص اللي ما جربش الألم ممكن يكون ضعيف قدام أول أزمة تواجهه، لكن اللي عدى بأزمات واتعلم منها بيكون عنده نضج وحكمة. الدكتور مصطفى محمود بيأكد إن الألم مش حاجة لازم نهرب منها، لكن لازم نفهمها ونستفيد منها علشان نكبر ونوصل لأفضل نسخة من نفسنا. أسرار النفس البشرية. الدكتور مصطفى محمود بيقول إن الإنسان مش مجرد عقل لكنه في مشاعر وروح وجسد، كله بيأثر على بعضه. عشان كده الإنسان دايما في صراع داخلي بين الرغبات والعقل. الإنسان دايما
بيعيش مع تناقضات كتير جوه نفسه. الدكتور مصطفى محمود بيشوف ان التناقضات دي جزء من طبيعتنا كإنسان، ومعرفتك بيها هي اللي هتساعدك تتقبل نفسك وتعيش مع التناقضات بدل ما ترفضها. مش كل مشاعرنا لازم تكون متوافقة، كل واحد فينا عنده جوانب متناقضة. الإرادة الحرة بتخلي الشخص يقدر يحدد مصيره رغم الظروف. الإرادة الحرة هي اللي بتفصل بين اللي بيعيش حياته بوعي واللي بيخضع للأقدار. ممكن تكون في ظروف صعبة، بس لو عندك الإرادة تقدر تغير حياتك. الإرادة بتخلينا نتحكم في اختياراتنا حتى لو الدنيا مش دايما في صالحنا. الناس اللي عندهم إرادة قوية بيقدروا يتغلبوا على المصاعب ويحققوا أهدافهم رغم التحديات. الدكتور مصطفى محمود بيشجع على التأمل لأنه بيساعد الإنسان يلاقي السلام الداخلي ويفهم نفسه أكتر. لما تقعد لحظات مع نفسك وتفكر في حياتك هتكتشف حاجات عمرك ما كنت تعرفها. التأمل مش بس إنك تبص على أفكارك، لكن كمان تركز على مشاعرك وتجاربك. اللي بيمارسوا تأمل بيقدروا يعبروا عن نفسهم بشكل أفضل ويفهموا ليه بيحسوا بالحاجات دي. عشان توصل لسلام داخلي لازم يكون عندك وقت تتأمل فيه وتكتشف نفسك بنفسك. وبكده نكون شرحنا أول 3 أفكار اللي هم الصراع بين الروح والجسد وأسرار النفس البشرية وطبيعة الخير والشر. نتمنى نكون وصلنا ليكم كل فكرة بشكل سلس وبسيط. دعمكم لينا هو الحافز اللي بيخلينا نكمل ونطور يوم بعد يوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان تتابعوا كل جديد. ما زلنا مع كتاب الدكتور مصطفى محمود الروح والجسد، هنكمل مع بعض ونستعرض باقي الأفكار اللي بتناولها الدكتور في الكتاب. خليكم معانا. الروح والموت والحياة بعده. الإنسان بيخاف من الموت لأنه مجهول، لكنه في الحقيقة جزء طبيعي من دورة الحياة. الروح مش بتموت، الجسد بس هو اللي بيفنى، لكن الروح بتكمل رحلتها في كل الأديان. الناس بتشوف الموت كنهاية، لكن الدكتور مصطفى محمود بيشوف إن الإنسان مجرد مسافر، والموت هو بوابة العبور. في لحظة الموت الجسد بيتوقف. الموت مش عدم، لكنه انتقال من شكل لآخر، وزي ما بدأنا رحلة في الدنيا بنبدأ رحلة تانية بعدها. الفكرة دي بتخلينا نعيش الحياة بمعنى أعمق، لأن اللي جاي أهم من اللي فات. الدكتور مصطفى محمود بيأكد إن الروح مش مجرد حاجة تابعة للجسد، لكنها كيان مستقل بحد ذاته. الجسد بيفنى لكن الروح بتفضل مستمرة. الروح هي اللي بتدي الحياة للجسد، وهي مصدر الأحاسيس والمشاعر والتفكير. الجسد مجرد وعاء لكنه مش الأساس. لما بننام الجسد بيكون شبه ميت، لكن الروح بتعيش في الأحلام وبتسافر لعوالم تانية. الفكرة دي بتخلينا نفكر، هل وعينا الحقيقي في الجسد ولا في الروح؟ وهل الروح فعلا بتتحرر بعد الموت؟ الموت مش فناء، لكنه تحرير للروح من قيود الجسد. الجسد محدود بيحس بتعب والألم والشيخوخة، لكن الروح حرة. لما الإنسان بيموت بيخرج من قيود المادة ويبدأ رحلته الحقيقية. الروح بتتحرر بعد الموت. فكرة التحرر دي بتدي معنى مختلف للحياة، لأنها بتخلينا نعيش بدون خوف من النهاية. الموت بيخوف اللي شايف الدنيا هي كل حاجة، لكن اللي فاهم حقيقته بيشوفه خطوة للراحة والسلام. الحب والتجربة الروحية السامية. الحب مش مجرد مشاعر عابرة أو إعجاب لحظي، لكنه تجربة روحية عميقة بتمس الروح قبل الجسد. الدكتور مصطفى محمود بيشوف إن الحب الحقيقي هو اللي بيخلي الإنسان يحس إنه خرج من دايرة الأنا وبدأ يفكر في شخص تاني بصدق. الحب مش تملك، لكنه مشاركة ودعم وتفاهم. لما بنحب بجد بنحس إننا أقرب لحقيقتنا. الحب يرتقي بالإنسان. الحب مش بس بين شخصين، لكنه ممكن يكون حب للحياة، لطبيعة، أو حتى حب لله. الفكرة إن الحب بيوصل الإنسان لحالة أعلى من الإدراك وبيخليه يشوف الحياة بشكل مختلف. الحب يرتقي بالإنسان. الحب الحقيقي مش بس مشاعر جميلة، لكنه قوة بتغير الإنسان للأفضل. لما بنحب بنلاقي نفسنا بنحاول نكون أحسن، نتصرف بوعي أكتر، ونبقى أرقى في تعاملنا مع الدنيا. الحب بيخرج أحسن ما فينا، بيخلي الواحد صبور متسامح وبيهتم بغيره بدون مقابل. الدكتور مصطفى محمود بيأكد إن الحب الصادق هو اللي بيرفع الإنسان، مش اللي بيقيده أو يخليه ضعيف. الناس اللي بيحب بصدق عندهم نور داخلي بيبان في كلامهم وتصرفاتهم وحتى نظرتهم للحياة. الحب قوة بتخلي الحياة لها معنى، وبدونه كل حاجة بتبقى باهتة وفارغة. الحب والروحية متلازمتان. الحب مش بس مشاعر، لكنه حالة روحانية بتربط الإنسان بشيء أكبر منه. الحب الصادق مش متعلق بالمظاهر، لكنه إحساس نقي جاي من الروح. الدكتور مصطفى محمود بيشوف إن الحب الحقيقي بيخلي الإنسان أقرب للروحانية، لأنه بيحس بمعاني أعمق من مجرد العواطف. الدكتور مصطفى محمود بيأكد إن العلم والدين مش ضد بعض، بالعكس كل واحد فيهم بيكمل التاني. العلم بيجاوب على أسئلة إزاي، والدين بيجاوب على ليه. يعني العلم بيشرح قوانين الكون، والدين هو اللي بيديها المعنى. اللي فاكر إن العلم بيلغي الدين أو العكس مش فاهم الحقيقة. كل اكتشاف علمي جديد بيثبت إن الكون منظم بدقة، وده بيأكد وجود خالق حكيم. العلم بدون أخلاق ممكن يدمر، والدين بدون فهم ممكن يتحول لخرافات. علشان كده الإنسان محتاج الاتنين مع بعض علشان يفهم الحياة بشكل متكامل. الإيمان مش مجرد تصديق أعمى، لكنه لازم يكون مبني على يقين وعقل. الدكتور مصطفى محمود بيشوف إن الإيمان الحقيقي مش معناه إنك تلغي عقلك، بالعكس هو رحلة بحث وتفكير. الإنسان اللي بيدور ويفكر هو اللي بيلاقي الحقيقة، مش اللي بياخد كل حاجة بدون سؤال. كلما زاد العلم كلما زاد الإيمان، لأن الحقائق العلمية
بتأكد عظمة الكون ودقته. الإيمان الحقيقي مش خوف أو عادة، لكنه إحساس داخلي بالسلام والطمأنينة، بيجي لما العقل والقلب بيقتنعوا سوا. اليقين يتجاوز الشك. الشك طبيعي لكنه مجرد محطة في طريق اليقين. الدكتور مصطفى محمود بيقول ان اللي بيدور على الحقيقة لازم بيمر بلحظات شك، لكن الفرق بين الباحث عن الحق والضايع ان الاول بيفكر ويوصل، تاني بيقف عند الشك. اليقين مش معناه انك تبطل تسأل، لكن معناه انك توصل لإجابات تريح قلبك وعقلك. لما الإنسان يبقى عنده يقين بيعيش في سلام داخلي حتى لو الدنيا حواليه مليانة فوضى. الشك بداية المعرفة، لكن اليقين هو اللي بيدي المعنى الحقيقي للحياة. وبكده نكون وصلنا لنهاية تلخيص كتاب الروح والجسد للدكتور مصطفى محمود. حاولنا نقدم لكم الأفكار الأساسية بشكل بسيط وسلس. نتمنى طبعا يكون التلخيص أفادكم وألهمكم للتعمق أكثر في أفكار الكتاب. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. نشوفكم في ملخص جديد إن شاء الله.